انا بكره نصايح التنميه البشريه وبكره كلمه نصايح، بس انا ممكن اقول لكم كام حاجه انا بقولهم لاخويا اللي عنده 18 سنه او اصغر مني ب3 سنين، تقريبا عنده 18 سنه. اول حاجه، اتصرف وتعلم انجليزي. نص فرص العالم هتفتح لك ابوابها لما تتعلم انجليزي، ده غير كميه الفيديوهات والكورسات المجانيه الموجوده على الانترنت اللي انت مش عارف تستغلها لمجرد انك مش بتعرف انجليزي. تاني حاجه، حط شكلك وصحتك اولويه. النصيحه دي ممكن تبان سطحيه، بس للاسف العالم اللي احنا عايشين فيه هو عالم سطحي، والناس بتحترمك وبتحبك وبتعاملك احسن لما يكون شكلك احسن. مش معنى ان شكلك احسن ان انت تكون موديل، ولكن شكلك نظيف ومرتب ومهندم. ولو انت مش بتحترم جسمك، الناس مش هتحترم. تالت حاجه، من لا يملك قوت يومه لا يملك حريه. اتصرف وتعلم مهاره تجيب لك فلوس بعد سنتين 3 بالكتير، حتى لو انت عارف ان انت هتتخرج تشتغل. فكره انك تشتغل من سن صغير وتعرف ازاي تعمل فلوس وازاي تدير الفلوس، دي مهاره مهمه جدا، وهتخسر في سبيل انك تتعلمها فلوس كتير جدا، فمهم انك تتعلمها بدري. رابع حاجه، العالم بره شغال بالعلاقات. سميها بقى واسطه، سميها توصيه، سميها ترشيح، سميها زي ما تسميها، بس المهم ان شطارتك لوحدها مش كفايه. لازم تتعلم ازاي تتكلم وازاي تسمع وازاي تنجوشيت وازاي تسال يور سيلف. قولوا لي لو حابين نعمل جزء تاني من السيريز دي.